ستار اكاديمي عرفنا عن قصه خلاف من دنيا بطمة وابتسام تسكت. نعم، دنيا بعرب ايدل وابتسام تسكت بستار اكاديمي. هيك على الصريحة أحكي شغلة، إنه أنا بتأسف اليوم تحت عنوان إنه اليوم الصراعات الفنية أو الإعلامية تصير عبر السوشيال ميديا. شو صار تحديدا؟ لأنه في صور عيب غير إنه الصور، لا الصور تبعوا ابتسام كانوا من زمان يعني، ورجعوا انتشروا عن جديد بعد خلاف دنيا ليستفزوها، هني أصلا صور مركبة وصور كذب. ابتسام بدلوا عن شو إذا ما قدرنا شفناهم؟ عارية، انه نو واي يعني. ابتسام انسانه متواضعه جدا، النجمه ما معقول ما فينا نشوف الصور. محترمه جدا. انا تعرفت عليها بلبنان وجبتها توجتها بلبنان. عن جد قمه يعني تستحق كلمه نجمه. لا واستقبلناها وحبيناها كثير. انتم بتعرفوها. فصار الخلاف انه صار انه دنيا بطمة وجمهور دنيا وزوج دنيا، زوجها اول شيء لدنيا هدد ابتسام، هددها وموجودين. هو شو الخلاف؟ ايه بنسال طب ليه؟ شو اللي اخذين من درب بعض؟ اول شيء استفزازي كان، اول شيء كرامه اول بالبدايه كان كرامه مهرجان موازين. بمهرجان موازين يعني بدي فوت تفاصيل بناخذ وقت. كان امتى كان المفروض يكون دور ابتسام، استغلوا الوقت انه عم تعمل شعاراتها، يلا هلا قومي هلا اطلعي على المهرجان. اوكي، شيء منها انه عن فهم مين طلع قبل مين، وبعدين رجعوا من بعد صار في شتائم كرامه انه طلبت الدنيا من ابتسام انه تكتب جمله عنا، انه تفخم فيها يمكن او هيك تبيض وجه عنا وكذا وما بعرف شو، انه كون انه دنيا صارت تشجعها وقت كان بالستار اكاديمي وهيك يعني حركات حساسيات بالضبط. انه ليه بدي اعمل هيك يعني، ما خلص ما الناس بتعرف انه انت ساعتين وكذا، واوريدي كنت اعمل لك شغلات يعني منا هالقد. هيدا تطورت لشتائم، تطورت لانه دنيا اختها لدنيا تكفر تشرك بالله كمان، موجودين كلهم عندي على الخبر بالموقع، حطيتهم كلهم. وتطورت القصه لكثير قصص غير شتائم وكفر وهيك تهديدات واليوم شو صار بالقصه يعني؟ اليوم هل حدا هدى الوضع بيناتهم؟ انا بعد ما نشرت الخبر كتبت انه اتمنى انه يستهدوا بالله اثنيناتهم ويروقوا، وخاصه اختها دنيا لانه عم تولع الدنيا كثير يعني بدل ما نطفئ النار نحن عم نشعلها اكثر. يروقوا اثنيناتهم مغاربه يعني، عيب من نفس البلد يعني، عيب. وبعدين هالفن يعني خليه حلو اكثر. انا من هيدا اللقاء عبر منبركم اول شيء بدي اطلب مش من دنيا وابتسام، بدي اطلب من جمهور يعني جيش التسكاتي والجيش البطماني شو بيقولوا له بطموي انه يروقوا. انتوا الصوره معاكسه لنجومكم، كونوا محترمين. انا بعرف انه في طابور ثاني بفوت على بعض الفانزات بصير بسبسب وكذا ليستفزوا ويعلقوا مع بعضهم اكثر وهيك، يكون عقلكم اكبر من هيك. صح. ابتسام نجمه ودنيا نجمه، وبس بالنهايه مختصر ايجال تبعهم، النجمه بتكون باخلاقها مش بتكون النجمه بس بصوتها. 100%. طب شو عن